سمعت قبل كده عن طيارة وقعت واتفجرت وكل اللي فيها اتفحموا، بس طاقم الطيارة طلع منها من غير خدش واحد. حاجة مش معقولة، مش كده؟ اهو اللي مش معقول ده هو اللي حصل بالظبط في حادث تفجير الطيارة اللي كان فيها المشير أحمد بدوي ومجموعة من أكبر قادة الجيش المصري. تابعونا عشان تعرفوا أصل حكاية اغتيال أحمد البدوي وعلاقة السادات بيها. في أواخر العشرينات وتحديدا في محافظة الإسكندرية اتولد المشير أحمد بدوي، واللي كان معروف عنه التزامه وحبه للوطن. شارك في حرب فلسطين والعدوان الثلاثي والنكسة، وكان من القادة العظماء اللي عبروا بمصر حدود القناة. الأداء العظيم والمشرف اللي قام بيه بدوي مع فرقة المشاة خلى السادات يعجب بيه جدا، وفضل يرقيه ويرقيه لغاية ما وصل إنه يعينه في منصب وزير الدفاع والقائد الأعلى للجيش. وفضل بدوي يقوم بدوره على أكمل وجه لغاية ما في يوم كلفه السادات هو و13 قائد من قادة القوات المسلحة بمهمة تمشيط منطقة سيوة والأماكن اللي حواليها. يوم 2 مارس 81 وصل بدوي وال13 قائد اللي معاه لغاية سيوة وقام بمهمته على أكمل وجه. وهو خلاص راجع ركب طيارة من طراز S8 هيل، وبعد ما اتحركوا 5 كيلو من فوق الأرض الطيارة وقعت، وبعد أقل من 40 ثانية اتفحمت الطيارة ومات المشير والقادة اللي معاه وجثثهم طلعت متفحمة. الغريب ان الطاقم بتاع الطيارة من طيار ومساعدين خرجوا كده زي ما بيقولوا زي الشعرة من العجينة. كل القادة اتفحموا في حين انهم خرجوا من غير خدش واحد. طب ازاي؟ وهل فعلا كان الحادث مدبر من رئيس الجمهورية وقتها الرئيس محمد السادات؟ وايه اللي يخليه يعمل كده؟ خلونا نحاول نفك اللغز ده مع بعض واحدة واحدة ونجاوب. اول حاجة، ازاي طاقم الطيارة خرج منها سليم؟ المقدم طيار سمير غيث واللي كان بيقود الطيارة دي هو و4 من زملائه، قال ان الصدفة وحدها كانت ورا انهم طلعوا من الحادثة دي سلام، وان في شخص جالهم بسرعة وفتح لهم باب الكابينة وقدر انه يخرج منها، في حين ان واحد تاني من الطاقم اللي كان مع الطيار واللي طلع عايش برضه قال ان هم اللي قدروا يكسروا ازاز الكابينة بتاعة القيادة ويخرجوا منه، والاخير قال انهم قدروا يفتحوا باب الطوارئ ويخرجوا منه. التضارب واضح جدا في شهادة الطيارين وبيخلينا نرجح كفة ان العملية مدبرة، واللي قيل ان تم ربط ديل الطيارة باحد اسلاك الانارة القوية، واول ما بعدت الطيارة 5 متر السلك شدها تاني للارض، والطيارة نازلة اصطدمت بالعمود وطير ريش المروحة وسقطت على الارض، وبعد ثواني كانت اتفحمت. التحقيقات طلعت عمود النور هو الفاعل الحقيقي والمتهم الرئيسي في القضية دي، وقالت ان السلك اتعلق بديل الطيارة، محدش ربطه ولا حاجة لا سمح الله. كده بقى الموقف كله بقى كامل قدامك، تقدر دلوقتي حالا تفكر وتقرر هل الحادث مدبر ولا عمود النور السبب. طيب لو الحادث مدبر ايه اللي يخلي السادات يعمل كده؟ ده سؤال ذكي، وعشان كده انا هقول لك الاسباب. في مصادر بتقول ان من وقت تعيين بدوي وزير للدفاع ومبارك اللي كان وقتها نائب الرئيس ما كانش مرتاح للموضوع ده، وفضل يلعب في دماغ السادات ويخوفه منه، وجه في يوم قال له ان في مجموعه في الجيش مش راضيين عنه وناويين انهم ينقلبوا عليه قريب، وان بدوي لو عمل له حاجه مش هيحوشهم. السادات جرب انه يعمل محاوله مع بدوي ويعرض عليه مجموعه من الاسماء اللي هو عاوز انهم يطلعوا من الخدمه، ودار بينهم الحوار اللي بيحكيه بدوي بنفسه وبيقول أنور أعطاني ورقة بخط يده وفيها أسماء بعض كبار قادة الجيش، وقال لي أنا عاوز دول يخرجوا من الخدمة قريب. فقلت له يا ريس المجموعة دي تقاريرهم نظيفة جدا ومن العناصر الممتازة. فوجئت به يقول لي أنا لما أقول يمشوا يعني يمشوا، أنا القائد الأعلى للجيش. فرد على كلامه بدوي وقال وأنا القائد العام ومن مهمتي أن أعرض على سيادتك من يخرج ومن يستمر في الخدمة. فقال السادات بحدة شوف بقى لو كنت عاوز تتعامل معايا زي اللي حصل من أحمد عرابي للخديوي توفيق، لا انت احمد عرابي ولا انا الخديوي. وبعدها بايام قليله حصلت الحادثه، ونعاه السادات وقال ان اعمال المشير بدوي ورفاقه هتفضل مصدر فخر للاجيال القادمه.